بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعزائنا طلاب جميع المراحل، إن شاء الله تكونون في صحة وسلامة وخير. اليوم إن شاء الله تعالى لدينا موضوع جديد، وهو أساسيات اللغة الإنجليزية. أساسيات اللغة الإنجليزية مهمة جدا لكافة المراحل الدراسية، وذلك لأنها تعطي أساس قوي جدا للطالب. نبدأ بسم الله تعالى. أساسيات اللغة الإنجليزية. عندنا أعزائنا الطلاب المعلومة الأولى أو الوهلة الأولى من أساسيات اللغة الإنجليزية ماذا؟ هي ترتيب الجملة. ترتيب الجملة باللغة العربية تبدي فعل زائد فاعل زائدا مفعول به تكمل. هذه الجملة بيش باللغة العربية. أما الجملة باللغة الإنجليزية تبدأ بفاعل subject plus verb فعل plus مفعول به object أو complement أو تكمل. مفعول به أو تكمل. زين، هذه هي الاختلاف ما بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية. يجب الانتباه على هذه الملاحظة القيمة، حيث أن اللغة العربية تبدأ بفعل، اللغة الإنجليزية تبدأ بفاعل. أوكي، راح أجي إلى ترتيب الجملة باللغة الإنجليزية، وهذه أهم أساسيات اللغة الإنجليزية. ترتيب الجملة باللغة الإنجليزية تبدأ بسبجكت فاعل زائدا verb فعل زائدا complement تكملة أو object بمعنى مفعول به أو object بمعنى مفعول به، حيث أن subject هكذا تكتب subject verb هكذا plus complement. هذه هي طريقة ترتيب الجملة في اللغة الإنجليزية. أعزائي الطلاب، رجعنا لكم. أول شيء راح نجي، إحنا مو قلنا الجملة باللغة الإنجليزية تبدأ أولاً بفاعل. فاعل يعني شنو؟ subject. يعني شنو يعني subject؟ راح نجي ناخذ تفاصيل السبجكت يعني فاعل. إيه، ترجمة في الأعلى. السبجكت في اللغة الإنجليزية يقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ضمير، النوع الثاني اسم علم، النوع الثالث ما هو؟ اسم اعتيادي. اسم اعتيادي عاقل أو غير عاقل. اسم اعتيادي عاقل أو غير عاقل. الضمائر كثيرة في اللغة الإنجليزية، لكن الضمائر أنا أقصد بها ضمائر الفاعل، وليس ضمائر التملك أو إلى ما شابه أو ضمائر المفعول. لا، أنا أقصد ضمائر الفاعل، هي he she it we they you. هذه هي الضمائر التي تأتي، ضمائر الفاعل التي تأتي في بداية we they زائدا you. هذه هي ضمائر الفاعل. أخذنا القسم الأول من السبجكت الفاعل، ألا وهو الضمير أي الضمائر. راح نجي نوضحها هنا. أولا عندنا شنو قلنا؟ هي شنو أقصد به، وشلون أستعمل، ووين أستعمل، ومتى أستعمل. هي المعلومة مالته هو شنو؟ هو بمعنى هو. هي بمعنى هو يستخدم للعاقل المذكر المفرد. يستعمل العاقل المذكر المفرد. ثانيا شي بمعنى هي، للمؤنثة المفردة العاقلة.
أو للعاقل المؤنثة المفردة. للعاقل المؤنثة المفردة شي بمعنى هي. نمبر 3 it. it بمعنى هو أو هي لغير العاقل. سجلوا هاي الملاحظات يمكم، هو أو هي لغير العاقل. نمبر 4 we. we بمعنى نحن للعاقل. نمبر 5 you. you بمعنى أنت أو أنت أو أنتن أو أنتم أو أنتم للعاقل وغير العاقل. للعاقل وغير العاقل. للعاقل وغير العاقل. نمبر 6 بقى لدينا they. they هم أو هن. هم أو هن. هاي هي الضمائر في اللغة الإنجليزية التي تستعمل كفاعل. انتظرونا بفيديو لاحق إن شاء الله تعالى نوضح النوع الثاني من الفاعل ألا وهو اسم العلم، والنوع الثالث من الفاعل ألا وهو الاسم الاعتيادي العاقل وغير العاقل. دمتم في رعاية الله.